مرحبا بكم في قناة Arab Influencers News. في هذا الفيديو الجديد سنغطي أبرز أخبار وأحدث المستجدات في عالم المؤثرين العرب. في هذا الفيديو راح نقيم مع بعض إطلالات المشاهير في حفلة الحنة الخاصة بنارين بيوتي. الحفلة كانت أكثر من رائعة، واللي ميزها أنها كانت حنة كردية، فمعظم المعازيم لبسوا اللباس الكردي التقليدي، والجو كان فخم وأنيق. وقبل ما نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة. يلا نبدأ. أول إطلالة معنا هي طبعا العروس نارين بيوتي. إطلالتها كانت جد راقية وجميلة بشكل مبهر، كأنها أميرة من قصص الخيال. اختارت الفستان باللون الأحمر، لون قوي وملفت وناسبها بشكل كبير. كذلك مكياجها كان ناعم وأنيق بدون أي مبالغة، وطلع متناسق جدا مع لون الفستان وبشرتها. تسريحة الشعر المرفوعة بينت تفاصيل الفستان بشكل واضح، وأضافت لمسة ملكية لإطلالتها. عن جد إطلالة كاملة متكاملة، رح نعطيها 10/10 بدون تردد. أما بالنسبة لأوتفيت العريس رامي، الأوتفيت بحد ذاته حلو وشيك، بس الصراحة حسيت أنه لونه ما كان متناسق مع لون فستان نارين، وهذا خفف شوي من قوة الإطلالة الثنائية بينهم، بس يظل ستايله حلو وأنيق، فرح أعطيه 7/10. الإطلالة التالية هي لشيرين بيوتي. أول شي حبيت اللون اللي اختارته كتير ملفت وناعم بنفس الوقت. الشيء اللي لفتني كتير هو مكياج شيرين، عن جد واو، ما في ولا غلطة، طالع جدا حلو وطبيعي بنفس الوقت. والمعلومة اللي كل لازم يعرفها أنها غالبا هي اللي عملت المكياج لنفسها، مثل ما عملت بمكياج كتب كتابها وحفلة خطبتها، فبرافو عليها. كمان تسريحة شعرها كانت بسيطة وملائمة، ما غطت على الفستان وخلت اللوك أنيق. أنا شخصيا رح أعطيها 9.5/10. رح نروح هلأ لإطلالة سيدرا. وعلى فكرة نفس اللون الفستان سيدرا لبسته كمان بيسان، فشكله كان في تنسيق أو صدفة حلوة. فالصراحة صرت أحب ذوق سيدرا كتير بالفترة الأخيرة، كل إطلالتها صايرة أنيقة وعصرية. الفستان كان جد لابق عليها، وخيار اللون موفق. مكياجها كان ناعم وهادي، وهذا الشيء عطاها لمسة أنثوية ناعمة. أما الشعر فكان ستايله بسيط بس أنيق، وحبيته كتير. الإطلالة ككل متناغمة جدا، وأنا رح أعطيها 9/10. الإطلالة اللي بعدها هي لبسان إسماعيل. صراحة حبيت إطلالتها كتير، اللبس الكردي بيجي عليها بشكل رهيب، وكأنها من أصول كردية. ستايل كان فخم وفيه لمسة تقليدية بس بطريقة عصرية. المكياج واو، ناعم بنفس الوقت بارز ومتقن جدا. بس بالنسبة لتسريحة الشعر حسيت لو اختارت تسريحة مختلفة كانت راح تكمل الإطلالة بشكل أفضل، ولكن مع ذلك الإطلالة كلها كانت جميلة، وأنا راح أعطيها 8/10. وهلأ سننتقل لإطلالات شيرو وشهد. نبدأ بشهد لأنها فعلا خطفت الأنظار. فستانها كان لابق لها كتير، اللون مناسب لبشرتها وشخصيتها، عن جد واو. مكياجها نقي وواضح إنه معمول بذوق. أما الشعر فلو غيرت تسريحة شوي كانت راح تكون إطلالة مثالية. بشكل عام شهد كانت طالعة بجمالها الطبيعي، وأنا أعطيها 8.5/10. أما شيرو فلبسه الكردي كان رائعا، عن جد كتير حبيته، خاصة أنه اللون كان مناسب له وعطاه حضور قوي بالحفل. الإطلالة كانت بسيطة بس جذابة، وأثبتت أنه اللبس التقليدي ممكن يبين أنيق وعصري بنفس الوقت، فرح أعطي شيرو كمان 8.5/10. هلأ راح نشوف إطلالة جلال. بصراحة حبيت كتير اللبس الكردي، كان أنيق ومرتب واللون مناسب له جدا، وبين تفاصيل اللبس بطريقة حلوة. طلع بإطلالة كأنه من قلب الأجواء الكردية الأصيلة، فعلا كان خيار موفق، رح أعطيه 8/10. أما عن خال نارين والشهد وأولادهم فحبيت كتير كيف إنهم كعائلة كانوا مناسقين ولبسوا ستايل كردي. الإطلالات كانت جميلة تقليدية وأنيقة، وتمكنوا من إبراز بشكل جماعي بطريقة ملفتة. كعائلة كانوا طالعين متكاملين، وأنا رح أعطيهم 9/10. أما عن إطلالة نارين اللي عن جد كانت أكثر من رائعة. فستانها كان راقي ومناسب جدا، لونه وستايله بيّنوا أنها أنيقة ومهتمة بأدق التفاصيل، وكمان المكياج وتسريحة الشعر كانوا يجننوا، خلوها تبين أصغر من عمرها بكتير. إطلالة فخمة ومميزة، وعن جد تستحق 9.5/10. رح نروح هلأ لإطلالة رغد. رغد اختارت قفطان مغربي،
وكان اختيار جد جميل ومميز وسط اللباس الكردي بالحفل. ستايل فخم ويحمل لمسة ثقافية مغربية حلوة، كمان مكياج كان راقي ومرتب. اللوك كله ناسبها جدا. أنا شخصيا راح أعطيها 8.5 على 10. ونختم مع إطلالة أسامة ومروة. إطلالته كانت كلاسيكية وأنيقة جدا، بسيطة بس فيها لمسة راقية. اللوك مناسب جدا لأجواء الحفل، ما فيها مبالغة وبين أسلوبه الهادئ والمرتب. عن جد اختيار موفق وراح أعطيه 8 على 10. فلقب أجمل لوك بالنسبة لي في هذه الحلقة بيروح من حق عروستنا الحلوة نارين بيوتي. وهكذا نكون خلص تقييمنا لإطلالات المشاهير بحفلة حنة نارين بيوتي. كانت الأجواء عن جد رائعة والإطلالات تنوعت بين الكلاسيكي والتقليدي والراقي. إن كنتم تريدون تقييم لإطلالات المشاهير في حفلة زفاف نارين بيوتي اكتبوا لي في التعليقات. اكتبوا لي أيضا مين أكثر إطلالة حبيتوها ومين بتستحق لقب أجمل لوك بالنسبة لكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وبشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.